ازيكم؟ يلا نبدأ رحلة مرعبة وغريبة جدا عن آكلي لحوم البشر. الفيلم بيبدأ بحكاية مرعبة عن ناس بتاكل بني آدمين. الراوي بيزود رعب على رعب وبيقول إن في قبيلة غريبة كانت فاكرة إن أكل الإنسان بينقل قوته وعلمه. وبعدين نروح لتشارلي، راجل غريب في منطقة صحراوية فاضية بس مش عايش لوحده. ده بيطارد واحدة مش علشان يلعب معاها، لأ، علشان ياكلها. الست المرعوبة بتستخبى في بيت بس تشارلي بيلاقيها وبيقتلها بفاس، والمصيبة إنه بيعمل من لحمها كفتة. والله، وبيحطهم في كشك صغير كده في الصحراء وبيبيعهم للناس. بعد شوية بيعدي زوجين عرب عند الكشك. الست نباتية وبتتخانق مع حبيبها علشان ما ياكلش، بس الراجل مش فارق معاه وبيطلب الكفتة من تشارلي. وتشارلي بيهزر وهو بيحضر الأكل، أصل هو عنده حلم كبير يبقى كوميديان مشهور. الراجل بيضحك على هزار تشارلي من غير ما يعرف انه هيكون وجبته الجايه. وفجأة تشارلي بيطلع الفاس وبيموت الراجل، والست بتحاول تهرب بس بتيجي عربيه فيها واحده اسمها إلينور، والست بتجري عليها وبتصرخ وبتطلب المساعده. والمفاجأة إلينور بترفض تساعدها. ليه؟ لأنها عارفة كويس تشارلي بيعمل إيه. بعدها بثواني تشارلي بيوصل وبيقتل الست التانية برضه وبيحولهم هما الاتنين لكفتة. المصيبة الأكبر إن إلينور وتشارلي صحاب، وده سبب رفضها انها تساعد البنت. وبدل ما تسأله انت بتعمل كده ليه، بتقوله ايه اخبار حلمك الكوميدي. فبيرد تشارلي بمنتهى الثقة وبيقول لها ان حلمه ما ماتش وكوميديته لسه عايشة. نروح بعد كده لكريستيال، مغنية صغيرة وموهوبة رايحة تقدم عرض في مهرجان. وهي سايقة تلاقي لينور واقفة على الطريق بتتصرف كأن عربيتها عطلانة. كريستال بتقف تساعدها والبنت بتطلع طيبة. بتركب إلينور العربية وبتبدأ تسأل وتسأل، بس كل ده كان فخ. بدل ما بتوديها المهرجان، إلينور بتاخدها على بيت تشارلي. أول ما بيوصلوا بتقوم ضربة كريستال بعضمة على دماغها. البنت بتقع جوه العربية بتحاول تفوق، لكن إلينور بتيجي تضربها تاني. كريستال بتصدها وبتحاول تهرب، بس تشارلي بيظهر فجأة وبيمسكها وبيربطها على كرسي. بس الغريب ما بيقتلهاش وبيقعد يقول لها نكت. وكريستال مذهوله وبتقول له انت عايز مني ايه. بيبتسم بكل هدوء وبيقول لها ولا حاجه، عايزك تفضلي هنا معايا. كريستال بتهدده هقتلك وههرب، بس تشارلي بتجاهلها وبيروح يتعشى. هو مش محتاج يقتلها دلوقتي علشان عنده لحمه كتير من ناس تانيين. تاني يوم بنشوف الشريف ويفر جاله بلاغ ان كريستال اختفت في الصحراء. الشريف بيروح بيت تشارلي بيخبط. تشارلي بيفتح له وبيبدأ يسأله انت عايش لوحدك؟ تشارلي بيشاور له براسه، واول ما بيسأله عن كريستال بينكر معرفته بيها. ولما الجو بيبدأ يتوتر بيبدأ تشارلي يهرج والشريف بيضحك. بيقعدوا يدردشوا شوية والشريف بيمشي. بعدها تشارلي بيتفرج على التلفزيون وبيشوف اعلان عن نادي كوميدي بيعمل ليله اوبن مايك. وتشارلي بيفرح جدا، ده حلمه بقاله كتير. بيقوم يشغل اغنيته المفضله، والمفاجاه الاغنيه دي بتاعت كريستال. ده السبب الحقيقي انه ما قتلهاش لحد دلوقتي. وفي نفس الوقت بيرجع يقطع الجثث القديمه. بتيجي إلينور تطلب منه الكفته من لحم كريستال، بس تشارلي بيقول لها لسه. بعد شوية تشارلي بيقرب من كريستال، بس أول ما بتحس بيه بتتوتر وبتبدأ تصرخ فيه انت عايز تقتلني؟ انت مجنون. تشارلي بكل هدوء بيقفل بقها وبيمشي بعيد. وبالليل وهو قاعد يتعشى بيشوف خبر اختفاء كريستال على التلفزيون وبيضحك ضحكة مجنونة كده من القلب. تاني يوم بيظهر 2 من سائقي الكنوز رايحين الصحراء يدوروا على كنز. بيلاقوا المكان اللي المفروض فيه الكنز، بس الصندوق فص ملح وداب. بيلفوا حواليهم بيلاقوا بيت تشارلي قدامهم على طول. بيبداوا يشكوا، وبالفعل بالليل بيدخلوا للبيت وهناك بتبدا الكارثه. بيلاقوا كريستال مربوطه على السرير. بيتصدموا. قبل ما يلحقوا يعملوا اي حاجه تشارلي بيدخل. كريستال بتصرخ اهربوا اهربوا، بس واحد منهم بيحاول يهاجم تشارلي وتشارلي بيخلص عليه بمنتهى الوحشيه. التاني بيهرب بس تشارلي بيلحقه وبيقتله هو كمان. واثناء ما بيفتش في جيبه بيلاقي منشور للنادي الكوميدي اللي بيحلم يقدم فيه. بيبدأ يحس بحماس، بس في أعماقه مش واثق من نفسه. بيقف قدام المراية وبيحاول يقنع نفسه إن دمه خفيف، بس الشك مليه. ثقته بتنهار شوية بشوية. بعدها بيروح لكريستال بيطلب منها المساعدة. كريستال بتبصله بدهشة انت بتهزر، بس تشارلي بيفتح قلبه وبيقول لها انه نفسه ينجح بس محتاج دعم. كريستال رغم انها مش مصدقه اللي بيحصل بتشجعه وبتفكره ان الكوميديا مخاطره. تشارلي بيتحمس، بيلبس ويستعد وبيتوجه للنادي. تشارلي بيوصل للنادي وبيشوف كوميديين تاني بيستعدوا. بيقابلوا بروس مدير الحفله وبيديله استمارة تسجيل. بيكتب تشارلي اسمه المسرحي واللي هو آكل لحوم بشر وكوميديان. بيطلع صاحب النادي كاري بيقدم عرضه الأول والجمهور بيضحك بجنون. بيجي دور تشارلي بيطلع متوتر بس واقف بثبات. بيبدأ العرض الكوميدي بتاعه ونكته بتكون دموية جدا، والصدمة الناس بتضحك وكاري مش قادرة توقف ضحك. النكت كانت غريبة بس مميزة. وبعد العرض كاري بتهزر معاه بتقوله تعالى الأسبوع الجاي بس ما تنساش تجيب جثة معاك. تشارلي خد الكلام بجد ورجع بيته فرحان.
وحكى لكريستال قد ايه الناس حبوه وشكرها انها خلته يؤمن بنفسه. تاني يوم وصل للنادي ومعاه جثة حقيقية في شنطته. شاف صور لكوميديين اساطير متعلقة صورهم على الحيطة وحس انه بقى واحد منهم. كاري لما شافت الشنطة افتكرت انها دعامة مسرح، ضحكت وقالت دماغك مرعبة يا تشارلي. وبدأ العرض. تشارلي ولع المسرح، الجمهور كان بيضحك بشكل هستيري، الناس بدأت تعرفه وبقى ليه اسم في المكان، الكوميديان آكل لحوم البشر. وفي البيت قرر يحتفل بس على طريقته، عمل حفلة لكريستال وأجبرها تاكل من لحمه. كريستال رفضت، اتقرفت وصرخت، بس تشارلي ربطها تاني وحبسها في الأوضة. وفي عرض تاني لاحظ واحد من الجمهور بيسخر من الكوميديين وبيقول نكاتهم تافهة. تشارلي سمع الكلام، ولما جه دوره نفس الراجل اتريق عليه وقال له ورينا بقى كلني. بعد العرض الراجل شتم تشارلي قدام الناس وقال ان نكاته شبه الجثه ميته وممله. تشارلي انفجر في الغضب وقتله واستخدم جثته كدعامه لعرضه الجديد. وفي العرض اللي بعده النكت عجبت الناس اكتر، الجمهور طار من الضحك. كاري كلمته بعد العرض ولاحظت قطعة جلد غريبة في شنطته، سألته عنها قال لها ان دي قطعة جلد مزيفة. كاري فضولها اشتغل، سألته انت بتعيش فين؟ قال لها جنب الصحراء. كاري اتجمدت في مكانها وقالت له انا سمعت من زمان ان المنطقة دي كانت مكان لأكلي لحوم البشر. تشارلي ضحك وقال بكل هدوء انا مش بخترع نكت، انا بعيشها. كاري ضحكت بس جواها كانت مرعوبة. شهرة تشارلي بدأت تكبر والموضوع ده خلى كاري صاحبة النادي تغلي من الغيرة. وفي يوم تشارلي قاعد في بيته بيقرا الجرايد، بتيجي إلينور تزوره وبتسأله هو انت ليه بطلت تبيع الكفتة؟ رد تشارلي بهدوء سبت ده كله ورا ظهري، دلوقتي انا كوميديان. بس رغم النجاح الدنيا بدأت تقفل، العروض قلت والنادي بقى مليان بفنانين جداد، وتشارلي مش لاقي مكان يقدم نفسه فيه. راح لبروس يفضفض له وبروس حاول يطمنه وقال له وقتك هيرجع استنى بس. وتاني يوم بيروح تشارلي النادي بس مفيش ولا مكان فاضي، وهو محبط ومكسور بيرجع لبيته وبيقابل الشريف جاي يطلب منه الكفتة. بس تشارلي ما بقاش يبيع. الشريف لاحظ عليه انه متضايق وسأله مالك؟ تشارلي قال له حاسس ان شغفي بينهار، الكوميديا بتتبخر من ايديا. وفي نفس الليلة بيحكي لكريستال على اللي بيحصل، لكن كريستال ورا ظهرها كانت مخبية سلاح صغير سرقته من عنده، وهو بيكلمها وبيديها الكفتة عشان تاكلها وبيحاول يدمجها اكتر في العالم بتاعه. بعدها بيروح النادي وبيواجه كاري وبيقوله ليه مش بتخليني اقدم؟ كاري بترد ببرود نكتك عن اكلي لحوم البشر بقت قديمه، الجمهور زهق. الكلام ده خبطه في قلبه، اتصدم وحس بخيانه. رجع بيته غضبان وراح على كريستال يضربها ويتهمها ان هي السبب في انهيار حياته، وبيقول لها انا خلاص ما بقتش ليها لازمه. لكن كريستال رغم انها مربوطه بتحاول تهدي اللعب وبتقول له نكتك لسه جامده، انت بس محتاج ترجع تفتكر مين انت. وفي الوقت ده كاري اللي ما اتعلمتش من اللي حصل قررت تسرق نكت تشارلي، وبالرغم من تحذير زمايلها طلعت المسرح وقدمت نكته حرفيا. بس في الصفوف الاماميه كان الشريف قاعد وسمع النكت وعرف على طول انها مسروقه من تشارلي. بلغ تشارلي فورا والخبر وصل له، كسره وكسر اللي فاضل من عقله. بعد ما وصل له خبر السرقه تشارلي خرج عن شعوره، اتجنن رسمي وقرر ياخد حقه بطريقته الخاصه. كاري خلصت عرضها وماشيه لوحدها في الشارع مش واخده بالها ان تشارلي بيتابعها في الضلمه خطوه بخطوه. فجاه بيطلع عليها وبيهاجمها بوحشيه، بيقطع لها رجليها وبياخدها على بيته. ولما فاقت كاري لقت نفسها وسط الجثث، ناس كتير متقطعين ومتكومين في الاوضه. واول مره تفهم الحقيقه، تشارلي ما كانش بيهزر لما قال انه بيعيش النكت، هو فعلا بياكل بني ادمين. كاري بتصرخ بتتوسل بتعرض عليه كل حاجه حتى النادي بتاعها، لكن تشارلي كان فات اوان الكلام معاه. وسط الهستيريا كريستال تستغل الفوضى، بتفك نفسها وبتهجم على تشارلي وبتضربه وبتجري وبتهرب. قبل ما بتهرب بتاخد شريط الكاسيت القديم بتاعه وبتسجل عليه اعتراف بكل جرايمه، كل اللي حصل بالصوت والصورة. وبعدها بتروح النادي وبتعمل حاجة محدش كان يتوقعها، بتقول نكت آكلي لحوم بشر بنفسها، وبتبدأ تحكي نكت دموية سخرية دم جنون. واللي في الصفوف الأمامية إلينور لسه مهووسة بلحم البشر، وكان واضح إنها مستمتعة بأداء كريستال بطريقة غريبة. في نفس الوقت الشريف بيروح على بيت تشارلي وبيلاقي كاري نصها حي ونصها دم، بتتوسل له يساعدها بس الشريف بيرفض. وبعد لحظات تشارلي بيخلص على كاري وبيحط نهاية قصته في بركة دم وسط بيت مليان جثث وضحكة سودا على وشه. لكن المفاجأة الفيلم بيخلص، بتطلع جملة دي مش النهاية، القصة لسه ما خلصتش، وبيخلص الفيلم هنا. سلام.